عسلامة ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناتي وقناتكم دبارة الصنافة. واللي مازال مشتركش يشارك بالضغط على زر سابوني ويفعل الجرس باش يوصلك اشعار بالفيديوهات الجدد. ومن غير ما ننسى المتابعين الاوفياء للقناة والمشتركين الجدد، ربي يخليكم ليا ومنورين القناة. وصفة اليوم باش تكون أكلة من الشرق اللي عندها أسامي متعددة، وهي لحمة بعجين أو صفيحة لحمة. باش نحضروها في 10 دقايق، وصدقوني من أبن الأكلات اللي تنجموا تاكلوهم وتحضروهم في وقت وجيز، وخاصة للأمهات اللي يخدموا ويروحوا تعبين. إن شاء الله ربي يعاونهم. وتوا اجوا معايا شوفوا الطريقة والمكونات. ولهنا عندي الروبو باش نرحي فيه الخضر اللي باش نخلطها مع اللحم المفروم. عندي فلفل اخضر، تنجموا تختاروا حسب الذوق حار والا حلو. معدنوس، وعندي بصل تنجموا تزيدوا لهنا الثوم، وتنجموا تزيدوا زيادة طماطم. انا اكتفيت بالثلاثه مكونات هذو باش نرحيهم حتى للي نتحصل على بيوري متاع خضره. واللي مش متوفر عنده روبو او ميكسر، تنجموا تقوموا بالعمليه هذه بالسكينه، تقصوا الخضره الكل جيده على الاخر. نحاولوا ديما نلقاو الحلول باش ما نقفوش، معناتها باذن الله الحلول ديما موجوده. وهذه الخضرة متاعنا بعد ما ترحت مليح. ولهنا عندي ملاحظة صغيرة وهامة برشا، بالطبيعة كل واحد والطريقة متاعو. الخضرة لهنا بعد ما تترحى بالشكل هذايا، ردوا بالكم تصفيوها من العصارة اللي فيها، على خاطر العصارة اللي هبطتها باش تعطي بنة للحم، تخليه يجي طري وما يجيش شايح من داخل. دونك لهنا ماذا بكم الخضرة متاع الوصفة هذيا ردوا بالكم تصفيوها من الماء. وتوا باش نزيد بقية المكونات اللي هما عندي لحم مفروم، وعندي لفاحات اللي هما عندي ملح فلفل اكحل نعناع الشايح يبنن برشا الوصفه نتاعنا. هريسه عربي كيف كيف زاده باش تبنن برشا الخلطه نتاعنا والا الحشوه نتاعنا، وشويه زيت زيتونه باش نحطهم في الروبو، وباش نزيد نرحيهم مليح مليح مع بعضهم حتى لين نتحصل على عجينه متماسكه. الحشوة او الخلطة متاعنا سي حضرت، توا باش نحطها في صحيفة باش نزيد نخدمها شوية بيديا، ومن بعد نتعداو للخطوة الموالية.
وهذه الخلطة متاعنا سي حاضرة. توا نتعداو للوصفة متاعنا. علاش قلت لكم هنا في اول الفيديو قلت لكم اللي الوصفة متاعنا باش تحضر في 10 دقائق، على خاطر باش نحضروها بخبز التورتيلا هذا. فما شكون يحضرها بالعجين. تو ان شاء الله مرة في الفيديوهات القادمة ان شاء الله تجيني الفرصة ونعمل لكم صفيحة لحمة معناتها من الالف الى الياء. ما كما قلت لكم هذه تحضر في 10 دقائق. خف لف. بالنسبة سورتو للي ما عندوش وقت واللي يروح تعب من الخدمة ما ينجمش يقف الساعات في الكوشينة. دونك وصفة كيما هكا والا وجبة كيما هكا تحضر في ساعة وتكون العباد الكل متعشية بإذن الله. دونك لهنا خديت خبز التورتيلا توا تلقاوه متوفر باغتو ما شاء الله في لي سوبر مارشي تلقاوه. لهنا عندي ماء يستحق الماء. وتوا باش نوريكم الطريقة لهنا. طريقة سهلة. باش نعملوا لهنا نغطسوا قبل كل شيء يجينا في الماء خاطر الماء يسهل علينا العملية. باش ناخذوا كمية من الحشوة متاعنا ونحطوها بالطريقة هذه كما قاعدين تراو في الخبز حتى لين نغطيو وجه الخبز كومبليتمون بالطريقة هكا. وكي تلصق يجينا ديما معناتها نعاونوا بالماء. ما نورمالمون يكفي معناتها خاطر اللحم فيه عصارة كافية باش معناتها يسهل علينا العملية هكايا بالطريقة هذه حتى لين نغطي وجه الخبز الكل. ومن بعد باش ناخذ بلاتو ونحطها تيب ديجا الفور عندي على اعلى درجة. ما تاخذش برشا وقت جست دوب ما تشوفوا الخبز معناتها تبدل اللون متاعه على الجناب وتشوفوا اللحمة بدا يتشقق معناتها راهي الخبزة تابت تخرجوها. توا هنا باش نحطها في الفور سيي باش نحطها التيب. كما شفتوا الطريقة سهلة أما النتيجة صدقوني روعة. أنا برشا باش يضحكوا عليا بتاتخ. أنا عندي 3 أيام ناكل في نفس الوصفة أنا وعائلتي على خاطر عجبتهم برشا. خاطر بالحق وصفة بنينة وتستحق التجربة. لأن باش نعمل كعبة أخرى بنفس الطريقة. هكا نحط يدي في الماء ومن بعد ناخذ كمية من اللحم ونفرد اللحم على الخبزة حتى لين نغطيها كومبليتمون ونحطها التيب في الفور كما قلت لكم على اعلى درجة. وكملت الكمية الكل بنفس الطريقة. نتقابل ان شاء الله في طبق التقديم. وحضرت زادة صلصة الطحينة اللي بالياغورت الناتوريل اللي هي باش ترفق صفيحة اللحمة أو اللحمة بالعجين. صوص ياسر بنينة. لهنا خديت كمية من الياغورت الطبيعي بالطبيعة من غير سكر وباش نزيدو كمية من الطحينة. الطحينة هي عبارة على صوص متاع جلجلان. إن شاء الله نشارك معكم الطريقة في أقرب وقت. وباش نحط لها رشة ملح عصرة متاع قارص وباش معناتها نخدمها بالماء. القوام متاعها ما يكون الجيري. بالطبيعة فما شكون يحب القوام جيري ما أنا ما نحبوش نحبه يكون ثقيل شوية بين البنين. وباش نقدمها مع اللحمة بالعجين.
وهذه أكلتنا حضرة تصفيحة لحم أو لحمة بعجين. نودكم ولا نشهيكم، ما نحكي لكمش على الريحة ما شاء الله، والبنة ما نحكي لكمش. بالحق الوصفة هذه تستحق التجربة كوجبة عشاء أو فطور. سهلة سريعة سورتو تشبع وما تقلقش. حضرت معها زادة تشكيلة خضار، عندي فلفل أخضر، طماطم، خس، بصل، وبالطبيعة للصغيرات يحبوا زادة عملت لهم شوية فريت ومع الصلصة. وصفة ياسر ياسر بنينة صدقوني، قد ما نصفلكم وشوية لازم تجربوها وتحكموا وحدكم. وكيما تنجموا تاكلوهم هكاكا خبزة كاملة، كيما تنجموا تعملوا بها ساندويتشات. لهنا عملت السوس ساندويتشات. لهنا تحطوا تشكيلة خضار، بصل، تحطوا بزايد بصل، تحطوا شوية خس، شوية طماطم، شوية فريت فوق منه الصوص، تلفوه وتاكلوه ان شاء الله بالهنا والشفاء. وما نحكي لكمش مع كويس تاي اخضر الوغ لا مبنة لا تقاوم. ان شاء الله تجربوها الوصفة بالحق، على خاطر تستحق التجربة، ودوا بها صغيراتكم والعائلة. حاجة معناتها روعة بنا، معناتها كما قلت لكم لا تقاوم. وكان جربتها وعجبتكم الوصفة ما تنسونيش كيف العادة والعويد، والله لا يقطعنا عادة بدعمكم للقناة وتشجيعاتكم ليا، تخليوا لي برشا لايكات على الفيديو، رايكم وأسئلتكم في لي كومنتير، وتخليوا لي زادة تعملوا لي بارتاج للفيديو بالأحباب والأصحاب باش تعمل فايدة، وربي يخليكم ليا. ونتقابلوا إن شاء الله في وصفات قادمة وفيديوهات جديدة، وإن شاء الله تاكلوها بالهنا والشفاء وبسلامة.